بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مسقعة سريعة. ان شاء الله تعجبكم. مكوناتها بسيطة. نبتدي نقطع البتنجان مكعبات زي ما احنا شايفين كده، نحمره، وبعدين نجيب بطاطس نقطعها برضو مكعبات ونحمرها برضو نفس الحكاية، وبعدين نجيب الفلفل الرومي متقطع قطع صغيرة عشان يبقى سهل في الأكل، وفلفل حامي قرنين كده، وبنقطعهم بس يعني نشقهم بالسكينة عشان ينزل الطعم الشطة بتاعته. انا هنا عندي كان شوية عصاج حطيت عليهم صلصة، بزود لهم مية. هزود مكعب مرقة لحم من كنور، وبعد كده هحط فلفل وكمون وشوية ملح بسيطة عشان المكعب كان فيه نسبة ملح. ده الفلفل اهو. هنقلب. طبعا انا ممكن احط شوية خضار بسيط مع اللحمة المفرومة. دلوقتي انا حطيتهم في الصينية زي ما احنا شايفين كده. هجيب بقى المكونات اللي انا حمرتها احطهم على بعض. ده البطاطس المتحمرة والبتنجان، انا ما بغمقش البتنجان قوي عشان ما يبقاش تقيل. وممكن نعمله في الفرن، اللي هو ندهنه زيت وندخله في الفرن. انا كده هحط فصين توم مفرومين ناعم، وبعدين هقلبهم مع المكونات. هجيب الفلفل الرومي المحمر والفلفل الحراق الحامي، هحطهم زي ما احنا شايفين كده. هتبقى الطريقة سهلة في الأكل. ما نيجي ناكل بالعيش مثلا أو كده، هيبقى تطلع قطع الفلفل صغيرة مش هتضايقنا. وفي نفس الوقت أنا الفلفل الحامي أنا شقيته بالسكينة عشان ينزل الطعم. لو أنا مش عايزاه حراق بسيبه زي ما هو كده. وبجيب طماطم مكعبات بقطعها وبحطها. انا هبتدي بقى اقلب المكونات دي مع بعض، وفي نفس الوقت في اضافات بقى هنحطها عشان تدي الطعم بتاع المسقعه اللي احنا متعودين عليه. المفروض ان انا هضيف انا كده بقلب اهو عشان الثوم وكده يتوزع. هبتدي اضيف شويه خل، حوالي معلقتين. لا، الاول كمون اهو. الكمون ده اساسي في المسقعه. وهضيف كمان شويه فلفل اسود صغيرين، وهحط ملح بسيط لان انا اللحمه المعصجه انا حطيت فيها مكعب ماجي وحطيت فيها ملح، فلازم يبقى في نسبه وتناسب ما بين دول وما بين دول عشان الملح ما يطلعش زيادة او يطلع يحدق الاكل. انا كده حطيت التوابل بتاعتي مش اكتر من كده، وهحط معلقتين خل. الخل بيديها طعم حلو جدا. زي ما احنا شايفين كده، معلقتين بس مش اكتر. وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض علشان اضمن ان التوابل والثوم والخل اتوزع في كل حتة في الصينية. اللي ما بيحبش يحط بطاطس مفيش مشكلة. في ناس كتيرة بتحب تحط البطاطس كنوع من التجديد، يعني هي ما تعتبرش المسقعة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. بس هتعجبكم الطريقة دي، يعني تجديد شوية عن الطريقة العادية. زي ما احنا ممكن نعمل مسقعة بالبشاميل، او نعمل مسقعة من غير لحمة مفرومة خالص. في اكتر من طريقة ممكن نوظف فيها البتنجان وكده. ده العصاج اللي انا عملته، اللي محطوط عليه صلصة ومكعب اللحم والملح. هوزعه على الصينية بحيث ان انا اغطي الوش، وفي نفس الوقت الصلصة تنزل تحت يتشرب بيها البتنجان والبطاطس. طبعا البتنجان والبطاطس كل المكونات مستوية،
والطماطم كمان هتنزل ميتها، فكل ده هيديني الصوص بتاع المسقعة. هي مش هيبقى فيها صوص كتير قوي، هي هتتشرب كلها بالطماطم وبالصلصة، وهتديني في الاخر الطعم النهائي. ده الفلفل الاخضر اللي انا حمرته. ده شكل المسقعة بعد ما دخلت الفرن. زي ما انتوا شايفين ناشفة، ما فيهاش صوص كتير، فمش هتبقى تقيلة. بتتاكل بالعيش، ممكن تتاكل بالمعلقة، ممكن تتاكل مع جنب رز ابيض. طريقة سهلة وسريعة، مجرد ان احنا بنقطع كل حاجة مكعبات ونحمرها ونخلط عليهم التوابل ونحط العصاج بالصلصة بالطماطم وندخلها الفرن. ما بتاخدش وقت وما بتاخدش غلبة. يا رب تعجبكم الطريقة وتنول اعجابكم. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي رأيكم ايه، ويا ريت تنضموا للقناة، تعملوا لايك وسبسكرايب وتتابعوني، وان شاء الله هنزل لكم اكلات جديدة وسهلة وما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت خفيفة والكل هيحبها ان شاء الله. اشوفكم على خير في اكلة جديدة. السلام عليكم.